أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في كل مكان. اليوم 1/12/2024 حيث مباراة بيونايتد وسيراميكا كليوباترا. الملعب بلاك ستارز 2. نتمنى من الله يكون مباراة موفقة للجميع، يكون يوم ممتع. تشكيلة بيونايتد: في حراسة المرمى عبد الرحمن سمير، خط الدفاع من اليمين للشمال عمر عيسى، عمر ناصر، آدم عمرو، مصطفى محمد. لعيبة الوسط: عمر عطية، روفة، جمال ماجد، وعلي زين ومعاذ بحيري في الهجوم. ومعانا طاقم التحكيم محمد سلمي في تحكيم الساحة والصفارة، ومعانا لاين زمان الشيخ صابر، ومعانا الحكم المساعد الثاني التوربيني. ونبدأ على بركة الله اللقاء، إن شاء الله يكون لقاء ممتع. وادي كده باص في البداية، ولكن الكرة في النهاية تطلع رمي التماس. رمي التماس لفريق بيونايتد، بيلعبوها قصيرة كده. وادي لعيبة السيراميكا عايزين يعملوا منها حاجة ولا ايه؟ والله والحكم بيقول فاول لا بيونايتد. بيلعبوها طويلة كده جوه، ولكن بتطفيش كده من لعيبة سيراميكا. وادي الكورة في دايرة النص، بيمسكوها لعيبة بيونايتد بيلعبوها لبعض. لسه ما خرجتش والله بفدائية عالية كده لعيب سيراميكا. وادي والله هجمة واعدة فريق يونايتد، ولكن في ايدين الحارس، في ايد الحارس. يلعبها قصيرة كده الحارس، تطلع في النهاية بدربكة كده. رمي التماس لفريق يونايتد، يلعبها طويلة كده، لكن الشيخ صالح بيقول ضربة ركنية. ضربة ركنية بإشارة من الشيخ صالح. فرمان من حكم اللقاء. عيني. وادي والله ضربة ركنية وتسديدة كده، ولكن في النهاية تطلع بره بغرابة شديدة. والله تشجيع وتثقيف من الجهاز الفني والإداري لفريق بيونايتد. وادي ضربة ركنية لفريق سيراميكا، بيلعبوها قصيرة كده، بيباصوا بعض. عدى والله ابراهيم اهو، ولكن يقطعوها لعيبة بيونايتد. لعيبة قصيرة كده، لكن تطلع في الأخير لبيونايتد. يلعبها تروح رقم 14. وادي يقطعوها كده لعيبة السيراميكا، لكن في النهاية الحكم بيقول فاول ولا اوفسايد، ما شفناش الحقيقة. بيشيلها كده على خط ال 18. لعيبة سيراميكا عايزين يطلعوا بأي شكل. والله قال اوفسايد الحكم. الشيخ صالح هناك مجتهد جدا. هيلعب ضربة حرة، بيلعبوها قصيرة كالعادة. بيلعبوا بالنار لعيبة السيراميكا. في النهاية تطلع ضربة ركنية لفريق بيونايتد تاني. ضربة ركنية لفريق بيونايتد، بيلعبها وادي حلوة، لكن الدفاع يشيل من القلب. عايزين يعملوها مرتدة، لكن ترد تاني ويشوط شوطة ضعيفة كده في ايد الحارس. بيشيلها جوه الحارس
من عنوان، لكن لعيب سيراميكا يلحقها كده، بيلعبوها والله شبه مرتده ايه، لكن في النهايه تطلع ضربه مرمى. كوره لسه في نص الملعب، الحارس كان شايل كده ضربه مرمى، سيبنا ايدينا خالص وربنا يسترها. كرة لسه بين اقدام لاعبي سيراميكا، قالوا بقى نلعب عرض افضل، لعبها في النص اهو، لكن تجلي كده من تحت رجله والله. في النهايه دفاع بيونايتد يشيل، اوه خبطه جامده لكن سلامات، الحمد لله يوم سليم. الحكم بيقول في لعب كده للامان بس، وادي بيوصلوا لبعض فريق سيراميكا تشيلها، تخبط في دفاع اليونايتد، كوره عاليه بتنزل في النهايه لعيبه سيراميكا. الكوره لسه محتاره كده، العاب الهواء مش جيدين فيها الفرقتين، وادي والله لسه في اقدام لاعب اليونايتد، ويلعبها كده صوره باص من غير ما يبص، وهتروح اللي يعمل ايه، والحارس طلع خاطئه وخد الكوره، لكن في النهايه اقدام لاعبي فريق سيراميكا. ماشي والله كده جيمي، في النهايه تطلع رمي التماس. اتلعبت رمية التماس، تطلع تاني، جامدة كده عند الحارس، وادي عبد الرحمن يطلع والله، ولكن يخبطوا في بعض كده، الحكم بيقول ما فيهاش حاجة، وفي النهاية ضربة مرمى، ضربة مرمى لفريق يونايتد، وتتشال في النهاية لفريق سيراميكا، يعملوا منها شوط غلط كده أي ألوان، ويمسك الحارس عبد الرحمن، ايد ورجل عبد الرحمن يشيل، تعدي دائرة النص، عدت فعلا والله، لسه ما طلعتش في الملعب، لسه هياخدوها سيراميكا، لعيبه والله كده بدون اي عناء، رجل سيراميكا لسه عامل منها حاجه ولا ايه، والله هي بس كده، ولكن عبد الرحمن لاعب المرصاد يشيل بايده رجل عبد الرحمن، عايز يعمل سوبر باص كده زي اليسون وصلاح ما بيعملوها دايما، وادي الكره في النهايه تطلع على يونايتد، وكان الشيخ صالح بيفكر يلعب معاهم، تطلع في النهايه رمي التماس لنادي سيراميكا، ويلعبوها لسه ما طلعوش بيها من منطقه القلب، بيلعبوا دايما بالخطر، ما اعرفش ايه هدفهم، وادي بيقول الحكم فاول. كوره لسه حيره بين الفريقين، مش عارفين مين هيقدر يسيطر على اللقاء ومين لا. كرة مرة مع سيراميكا ومرة ضدها، كرة مرة مع يونايتد ومرة ضدها، وادي هجمة كده بيزحلقها بيده، لكن عبد الرحمن هيلحقها، وبالفعل لحقها عبد الرحمن، لسه في منطقة الأمان بتاعته، وشال بالفعل بإيده رجلي، لكن تقلش كده من على رجله وتطلع في النهاية رمي التماس، رمي التماس لفريق سيراميكا، لعب رمية التماس، بيلعبوا دايما زي ما قلت في منطقة القلب كتير، معرفش ليه، في النهاية في نص الملعب قطعوها، وده والله تشيب باص كده جميل، هيلحقها ولا ايه؟ هيلحقها والله، لابس باص، يا خبر أبيض يا خبر، الكاميرا ما كانتش معانا أصلا. إن شاء الله يتم موقع تصوير، يتم تصوير في النهاية. كورة رمي التماس من منطقة الركنية، لعبها قصيرة كده، ردها له تاني،
لسه والله كورة في دايرة ال 18 في منطقة ال 18، ولكن في النهاية فاول. الحكم بيقول فاول لفريق سيراميكا. بيشيل جامدة في الملعب، ولكن يونايتد بيلعبوا بعض جامد. الكورة لسه في قدام لاعبين، وادي والله فاول كده، ولكن الحكم بيقول تماس، هو حسبها تماس فعلا لفريق سيراميكا. يلعبها شبه ثرو كده، لكن تطلع في النهاية رمي التماس تاني. تلاقيها والله كده ما خدناش بالنا منها. مشكلة الشبكة، الكورة تروح هنا خالص مفيش أي حد هيعمل منها إيه. عايز يسند على زميله، لكن يقطعوها لاعبي. تطلع في 18 وهجمة خطرة، ولكن يشيل عبد الرحمن. في النهاية ضربة ركنية لفريق سيراميكا. يشيلها جامدة، لكن في النهاية تطلع بره الملعب. ضربة مرمى لفريق يونايتد. هيلعبها عبد الرحمن. هتجيب رجاله هتجيب رجاله. يشيل عبد الرحمن جامدة كده، ولكن الهوا عكس الكورة. وهذا لاعب سيراميكا كمان كان يقطعوها في النهاية. تطلع في الأخير رمي التماس لليونايتد. سيراميكا بيلعبوا بعض كده، وادي والله الراجل بيطفش. لسه الماتش في بدايته كده لحد اخر اللقاء. في الاخير كورة دايركت لعيبة سيراميكا. تتلعب سيراميكا كده، لكن ترجع تاني. عمر دور مشاكل. عمر 18 ويشيلها كده بأي كلام، وما والله بيعمل عليه، ولكن في النهاية الكورة تطلع ضربة مرمى. يشيلها كده لكن ما تعديش خالص. اوفسايد لفريق يونايتد. هيلعبها الحارس عبد الرحمن. يرب على صوت على الهواء اللي داخل النفس. يلعب عبد الرحمن كرة عالية عن خط ال 18، وراح والله الراجل يستلمها. في النهاية طلعت رمي التماس. رجاله يلا رجاله يلا رجاله يلا رجاله. رمي التماس لفريق يونايتد. والله شوطة جامدة، لكن في النهاية الحارس وخرج. والله الحارس بثقة وأمان أخذ كورته في منطقة الست ياردة. طبعا بيكون ليه حصانة خاصة. رمي التماس لفريق يونايتد. تترد تاني وتطلع عن طريق الخطأ. رمي التماس لفريق سيراميكا. يلعبوها جامدة في المنطقة. فريق يونايتد.
حارس مرمى بيونايتد عبد الرحمن هيلعب الكورة، عدت المرة دي دايرة النص اهي، ويقلش كده على رجل لاعب فريق سيراميكا. هيلعبها رقم 12 التخصص لرميات التماس، والله خدها رقم 99 شوطة، ولكن في النهاية تطلع بره خالص. ضربة مرمى لفريق سيراميكا بعد فاول على فريق يونايتد. نشوف الكرة دي احتياطي فريق يونايتد. كان الماتش في بداياته ملحقناش نقول، زي ما قلت لحضراتكم ماتش هادي جدا. بكر والله من فريق سيراميكا شالها كده، يعملوا منها حاجة ولا ايه؟ شال الدفاعات بيونايتد. الكورة في النهاية والله رمي التماس لفريق سيراميكا. بيلعبوها تاني، بيلاقوا بعض كده زي ما قلت لحضراتكم قبل سابق. عبدها والله نفسه بالليل، رمي التماس تاني. يلعبها والله سريعا كده نقول احتياطي فريق بيونايتد: معاذ علي، معاذ أسامة، نور محمد، مصطفى محمد، محمد ياسر، شريف محمد، يوسف أحمد، يوسف علي، محمد أحمد. الحارس عبد الرحمن بيشيلها والله كده السنتر كده. ألعاب الهواء طبعا مش أي حد بيكون جيد في ألعاب الهواء، بيلعبها كده في مرمى المدافعين، لكن آخر واحد في المدافعين مصحصح جدا وقال له لا مش هتعدي عليا أنا دي. في النهاية الكورة رمي التماس لفريق بيونايتد، بيلعبها باص كده، لكن في النهاية تطلع ضربة مرمى لفريق سيراميكا. بيلعبوها قصيرة، دايما بيحبوا يطلعوا من القلب بنفسهم كده. قطعها والله فريق اليونايتد، لكن ما تسلمتش صح. في دايرة السنتر لسه، لكن الوضع لكن ما تروحش لحد خالص. عايز يقطعها والله، لكن فعلا قطعها كتروا عليه بالشجاعة. في الآخر طلعت رمي التماس. رمي التماس لفريق يونايتد. يا لعيب كتيرة جدا في اللقاء ده، ده عايز ناس كويسين يقدروا يلعبوا والله كده، ما فيهاش أي حاجة، ولكن طويلة جدا في إيد الحارس عبد الرحمن. بيشيل بإيده رجل كورة لسه ما اصفرتش عن شيء. يحرز الهدف اكتر من فريق يونايتد. طبعا اصحاب الارض بيكون ليهم الكلمه العليا، ولكن مفيش كلمه عليا، مفيش اهداف، مفيش اصابات، مفيش اهداف، مفيش اي تتلعب والله. كورة تسبق الاثنين، الحارس يطلع يشيل بمبدأ الأمان والسلام، يشيل بسهولة كده، لكن والله من زمان اوفسايد.
تعباهم. في الدقيقة 21 كابتن طارمين عايز لعبة كده كان صحصح فيها جدا. طبعا كل واحد بينزل شغله، لكن في النهاية الماتش لسه زي ما انا بقول لحضراتكم، الماتش هادي خالص، الدنيا هص هص، وانا وانت يا خلودة ونقول الليل وبس. رمي التماس لفريق سيراميكا كليوباترا. وادي والله بيشيلوها كده شبه يسروها، هيلحق ولا الراجل رقم 14 في شد كده، لكن مش يشوفها وعدى لسه والله الكورة في القلب. وادي لعيبة سيراميكا بالامان والسلام تشيل رمية تماس، يلعبها رمية التماس بسرعة. الراجل عايز يلعب الدنيا وهي جوه، لعيبته لسه متركزة كويس، لكن في النهاية تطلع رمي التماس على فريق سيراميكا. وادي والله اللعبة بص مفتيح بعض كويس جدا. جامدة خبر أبيض في العرض. لسه أقول لكم يا دوبك بقى كده الدنيا بدأت تصحصح أهي، وسمعنا نقاط من بره الملعب. أول كورة في العرض من بداية اللقاء إلى الآن. والله اللقاء يا ريت يبدأ يحلو، ونشوف لقاءات هنا ولقاءات هنا، ونشوف أهداف هنا وأهداف هنا. عايزين الماتش يكون ممتع. والله كلنا سامعين تشجيعات فريق يونايتد. رمي التماس بيلعبوها زي الضربة الركنية بالظبط، لكن مفيهاش خطورة. يعمل منها حاجة ولا عايز يعدي نفسه، يلعب بيها لنفسه. وادي تاكلينج كده محترم ومحترف. الراجل ما أذاهوش بس خد الكورة. والله طلعت بدون ما يقصد خالص رمية تماس في زق جامد جدا من لاعبي سيراميكا، ولكن تدخل مشروع، تدخل قانوني، الحكم ملوش دخل فيه. هو بتعتمد بقى على القوة الجسمانية للاعب ليس إلا. وادي والله رقم 6 بيعافي، كابتن رقم 3 اهوت. لسه طبعا ما حفظناش الاسامي، بنعتذر للاعيب اليونايتد. يا ولد يا لعيب كان عايز يعدي من الاثنين، ولكن الكرة مش زي ما احنا قلنا. مش انا ولا كده. لعيبة سيراميكا عايزة تمسك الكورة تسيطر على الملعب تاني، حتى ولو وادي والله اتلعبت رقم 2 ده دايما بيبقى فاضي هنا لوحده خالص. يلعبها رقم 12 بالتخصص، بيشيل كده والله الراجل بدون اي توجه او عنوان. لسه الكورة في دايرة النص. وادي الراجل رقم 10 مهاجم سيراميكا كان هيقطع والله، لكن لحق عيسى واتجلي من تحت رجله. هجمة لسيراميكا شكلها خطر عليه، في النهاية تطلع ضربة. عبد الرحمن على تنفيذ ضربة المرمى، يشيلها كده على خط النص، يحطها لعيب سيراميكا، تطلع في النهاية رمية التماس لليونايتد. خدعوا فيها والله كده. رمية التماس لفريق سيراميكا بيلعبها في القلب كده، لكن دفاعات اليونايتد بتتدخل.
روم 1-3 ميزة على 3، لكن والله الحكم بيقول فاول. لسه كورة في الملعب. والله شوطة جامدة، ولكن عبد الرحمن يتصدى لها. الله عليك يا ولد، الله عليك. يا دوب ادي تاني هجمة، الرد بتاع كرة العارضة بتاعت بيونايتد. يبقى هجمة هنا، وبعد 4-6-10 دقايق هجمة هنا، يبقى كل 10 دقايق هجمة كده. احنا عرفنا السيستم ماشي ازاي. وادي والله لعبوها في القلب كده، ولكن عايزين يشوطوا يتعازموا على بعض. وادي كان حابب يطفش ولكن قلشت منه، طلع والله برجل خلفية كده، خبط لعيب بيونايتد بدون ما يقصد. سلامات يا حبيبي، سلامات. وادي والله عبد الرحمن شاد كورة تعدي خط النص، لكن والله لعيبة صليبة كور بالهوائية. وادي تطفيشة كده جاية عندنا، رايحة فين؟ لا والله جاية فعلا عندنا، ولكن خبر رجعت تاني. رمي التماس لفريق بيونايتد بره الملعب خالص في الأرض الزراعية. يبعتوا كرة تانية، ويا ترى مين مفيش أي حد جاي يجيب الكورة. يلعب رقم 2، بياخد مواقع مميزة جدا رقم 2 ده بصراحة. وادي لسه كورة قطعت، طول فيها قطعت، ادي كمان والله فريق بيونايتد، لكن في الاخر الكورة تروح لعبد الرحمن بدون ما يفكر كده، يشوف بشكل عشوائي وتتقطع. والله رقم 2 ما بيسكتش، معرض لابراهيم، شوطة جامدة. الله عليك يا عبد الرحمن، صح خطأ، صح خطأ. الله عليك، تسلم ايديك بقى عبد الرحمن، تسلم ايديك. ضربة ركنية لفريق سيراميكا. تطلع في النهاية ضربة ركنية، عفوا ضربة مرمى لفريق بيونايتد. ولعبها عبد الرحمن. وادي ميدو من فريق سيراميكا رقم 2. والله اوفسايد قريب جدا. هيشيلها عبد الرحمن عشان يوفر على زمايله. ايوه ويرمي رمية التماس فريق سيراميكا، ويلعبوها كده على خط 18. الحكم والله بيقول فاول. وادي انذار، اول انذار في اللقاء. والله فاول ملحقناش نشوفه كده، اتلعب بسرعة. كان لبيونايتد شاطها الراجل رقم 14، ولكن حارس صدها على مرتين. والله بدون عنوان ياسر كده بيلعب او بيطفش قدام. وادي والله الراجل كان بيحضر، لكن لاعب سيراميكا ما استناهوش. وادي ميزة بيلعب كورة على دايرة النص. والله الفريق سيراميكا، ولكن يشيل دفاعات يونايتد. وادي الكورة في دايرة النص بيقطعوها كده لعيبة بيونايتد، لكن لعيبة سيراميكا مضايقين المساحات جدا فبيلاقوها اسرع. وادي والله دربكة، ولكن يستخلصوها لعيبة بيونايتد. وادي والله ميزة يجري ورا الكورة ويلحقها. لعيبة سيراميكا وقفت على انها اوفسايد، لكن الراجل مش اوفسايد، عداها لنفسه لكن طولت منه، ويمسك حارس مرمى سيراميكا ويشيلها كده على دايرة النص، لكن والله تعدي. لكن لعيبة يونايتد بيعتمدوا على بعض، طبعا كل واحد فيهم عارف المهام اللي ليه واللي عليه، كل واحد فيهم متمركز بشكل كويس جدا، محدش فيهم بيتخطى حدود مركزه. بيلعبها والله كده، قلت لحضراتكم رقم 2 ده بياخد يعني ايه اماكن، مش عايز اقول ما فيهاش اي حد.
لعبت له بره ثرو، ولكن يشيل الوحش رقم 3 وتطلع في النهاية رمية تماس. رمية تماس لفريق يونايتد، فريق سيراميكا. لعبها قصيرة كالعادة، دايما بيحبوا يلعبوا كرتهم قصيرة. والله ولكن في النهاية لعيبة يونايتد يلعبوا بعض. والله كان عايز يعمل اسلوب باص كده ولكن ما تعديش. والله لعبها كده يعدي بيها ولا ايه؟ خطر، هجمة خطر، وقع والله في منطقة اي حاجة. قال لك لمسة يد على فريق سيراميكا. لمسة اليد او الضربة الحرة يلعبها عبد الرحمن، شوطة جامدة، لكن واحد وسط 3 واستخلصها لنفسه. ممكن لعيبة سيراميكا واقف على رجلها عشان الملعب وحساسية أرضية الملعب بيلعبوا عليه كتير، إنما لعيبة يونايتد ما بيلعبوش الملعب ده كتير، فتلاقي حتة تفقد لسه موجودة. بيلعبوا حصل كده، بيلعبوا برد فعل أبطأ من بتوع سيراميكا. في النهاية ضربة مرمى لفريق يونايتد يلعبها عبد الرحمن. يلعب عبد الرحمن ضربة المرمى، بيلعبوا بيردها كده لعيب سيراميكا. لسه الكورة بين الفرقتين زي ما بقول لحضراتكم، ألعاب الهوا. وادي ميزة اهو احتار بين الاثنين فعلا، والله خد على صدره هيعدي بيها ولا ايه. لسه الكورة في حوزته ولكن يشتت من قدامه لعيب سيراميكا. وادي والله في النهاية الكورة اوفسايد بإشارة من الحكم. ميزة رأس حربة فريق يونايتد. والله كانت هجمة خطيرة. عبد الرحمن يمسك الكرة وبيهدي اللعب. عبد الرحمن حارس مرمى فريق بيونايتد بيشيلها كده بإيده ورجل، يردها لعيبة سيراميكا. اللعبة دي كلهم متعودين عليها، حارس بيونايتد أو حارس. هذا الأوفسايد رقم مليون على ميزة وعلى لعيبة بيونايتد، وتتلعب كده والله، ويطلع عبد الرحمن من بره منطقته ويقوم بدور الليبرو. لسه الكورة مشفناش منها اللي يسعدنا ويبسطنا. لسه مشفناش منها هو مجزي. لسه اللاعبين محدش فيهم فكر يفرحنا ولا حد فيهم فكر يبسطنا. مفيش هجمة خطيرة غير اللهم الهجمتين اللي كانوا في نص الشوط. هجمة كانت لبيونايتد في البداية، كورة شوطة كانت من نص الملعب وتخبط في العارضة. وهجمة فريق سيراميكا كانت بعدها بحوالي 7-8 دقايق، كان يشيل عبد الرحمن، وعبد الرحمن شال والله كرة تانية حقيقة الحق يعني. يبقى كده في الهجمات 2-1، في الركنيات 2-1، في الانذارات 0-1. وادي رمي التماس لفريق سيراميكا، عايزين يلعبوها قصيرة ولا يلعبوها طويلة زي ما احنا متعودين. لسه مش عارف لعبها قصيرة، مرة بيلعب قصيرة ومرة بيلعب طويلة عشان يخدع تفكيرك ويشوفك انت عايز تعمل ايه وهو يعمل عكسك، او انت مركز على ايه وهو يعمل عكسك.
رقم 12 بالتخصص في فريق يونايتد بيلعب رمية التماس. رقم 99 لف حوالين نفسه كده، لكن في النهاية الكورة تخدمه وتطلع له رمية تماس. وادي والله الحكم بيقول فاول. النهاية الكورة رمية تماس لفريق سيراميكا، بيلعبها كده طولية جميلة، هيعمل منها حاجة ولا ايه؟ لكن وحوش بيونايتد يشيلوها كده. ادي الكورة والله مصطفى يلعبها ثرو باص جميل جميل جميل، وميزة يعمل منها ايه، لكن الكورة ترحل وتطلع رمية تماس لفريق بيونايتد. كابتن عبد الرحمن كان متحمس جدا ان التماس يتلعب في وقته، لكن اللعيبة اتأخر جامد. طبعا اللعيبة لسه فكرها مش زي فكر المدربين. الكورة في النهاية في مقدام لعيبة سيراميكا. وادي الميزة والله جاري ورا الكورة كده. كابتن بيقول فاول لفريق سيراميكا، يلعبوا كورتهم بسرعة. عايز يتقدم. رمي التماس لفريق بيونايتد. الشوطة جامدة، لكن أكيد الحارس من الله. بالفعل حارس سيراميكا بيمسك ويشوطها كده بإيد ورجل من الهواء علشان معاه مساعدة الهدفين لحد 18 أهي، ويسيطر عليها، وفي النهاية تطلع رمية تماس لفريق يونايتد. لعيبة والله زحلقها بهده كده، لكن لسه مفيش صفقة مفتوحة. وشوطة جامدة من حمزة. وادي عمر على التنفيذ الهوا عكس فريق يونايتد، بيشيلها كده من الوضع غير مرئي. وادي الكل بيعتمد على ميزة، ولكن انا وجهة نظري التي لا قيمة لها، حرب واحد مش هيقدر يؤدي المطلوب، لان هيكون في ضغط عليه من كتر المدافعين. فادي والله في النهايه ضربه ركنيه، ويشيلها الراجل كده بسرعه، عايز يلعبها بسرعه. وادي الكوره لسه فريق يونايتد اتشد والله، لكن الحكم قال الكوره لصالحك وبيلعبها 3 على 2. لا ما اتلعبش دوت يا راجل، اوفسايد، لكن الحكم والله ما فيهاش حاجه، اتلعبت. ويعمل تاكلينج كده لعيب سيراميكا. وادي ميزه عايز يشوط ولا ايه، يلعبها كده بجنب القدم، ولكن تروح ضعيفه. في النهايه رمي التماس لفريق يونايتد. بدأنا اصواتنا تعلى مع نهايه الشوط. كوره مع رقم 12 عايز يعملها 1 2 كده، وفعلا عملها 1 2 لكن شديده، طلعت بره الملعب. رمي التماس لفريق سيراميكا. يلعبوها قصيره زي ما هم متعودين. وادي الراجل والله كده يغير الملعب الناحيه التانيه خالص، لكن معاه 3. وادي عبد الرحمن كمان طلع بقى الرابع. بيشيل عبد الرحمن، لسه الكوره في الملعب واتزحلقت كده، لكن في النهايه طلعت رمي التماس. والله تطلع في النهايه رمي التماس تاني. وادي الكابتن بيبص في ساعته
يا ترى يبلغنا بكام دقيقة وقت بدل ضايع؟ يلعبوها كده لعيبة بيونايتد لسه كورة. والله وادي صافرة نهاية الشوط الأول من لقاء بيونايتد وسيراميكا كليوباترا، على أن نلقاكم في الشوط الثاني بإذن الله. كان معكم خالد فرج.